بتاريخ 19 من شهر يناير 2019 نظم العلامة الشيخ سيدي محمد الفخامة واللي الشيخ سيدية في حاضرته المباركة البلد الأمين دعوة تحت عنوان تآزر وإحياء عهود، حضرها جمع غفير من أبناء أسرة آل الشيخ سيدية ومجموعته أولاد بيري، فضلا عن المثقفين والأطر والمنتخبين والساسة ورجال الأعمال المنحدرين من مقاطعة أبي تلميت والترارزة بشكل خاص وباقي ولايات الوطن بشكل عام، وآلاف من المريدين والمحبين. حيث نالت الوفود على دعوة الشيخ من كافة قبائل المنطقة في جو ملؤه الفرح والسرور في إحياء لأواصر علاقات الأخوة والجوار، تجسيدا لمنهج الشيخ الفخامة الوسطي الداعي إلى التآخي ونشر روح السلام والتسامح وتعاليم الدين ومكارم الأخلاق. كما تأتي دعوة الشيخ إحياء لمؤتمر تندوجة الذي أطلقه الشيخ السيدي الكبير عام 1856 لإعادة ربط الوشائج بين القوى الوطنية وتمهيدا لإصلاح الوطن، الشيء الذي يبدو جليا من خلال الوفود الملبية لهذه الدعوة من كافة أرجاء الوطن ومن مختلف الأعراق والشرائح.
حصل النظر والخيل خيل تسبح الحياة اللي بيقول ترى عشدان على رأس الملبنة لدعوة الشيخ المباركة وفد إمارة التلارزة بقيادة الأمير أحمد سالم والحبيب والأحمد سالم والإبراهيم السالم والمحمد الحبيب، حيث شهد استقبال الوفد المذكور إطلاق زخات من الرصاص وأعيرة نارية في الهواء كتحية عرفان وتقدير لأسرة آل الشيخ السدية، وهو طقس ثقافي له مكانته الخاصة وبعده التراثي التاريخي الذي يتجاوز قرنين من الزمن. والأطباع زينة مفرومة ويزيكم بالمجد المدد ولا تنغلبوا في المعلومة ولا يغيرون من كلام الشيخ مرحبا مرحبا تعريف العاد اللقاء وهو وبنانا دام مساوس بالوالد كان من التلاميذ الفخار وغليل ونجاه وجاد في الصالح والولع مامه في الولايه يعمل امداد عمره من اهل الشهامه. مرحبا مرحبا وسهلا مرحبا. والأحمد سالم وإبراهيم السالم، أهلا وسهلا بالأمير وضيوفه، أهلا وسهلا بالأمير ووفوده هنا في البلد الأمين في بلدهم الثاني، كما نرحب من شتى مقاطعات الوطن. هنا نشاهد الآن أمامنا في الصورة موريتانيا بكل أطيافها. بعد انتهاء مراسم الاستقبال بدأت فعاليات الدعوة بكلمة ترحيبية للعلامة الشيخ سيدي محمد الفخامة والشيخ سدية. نرحب بكم جميعا على بركة الله. نبدأ الآن في فعاليات هذه الدعوة الكريمة برئاسة العلامة الشيخ سيدي محمد الفخامة والشيخ سدية حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بهذه الجماعات كاملة اللي جات من كل بلاد بها عزة تربيتكم. مرحبين بمن هذا وجماعته، ومرحبين بالناس كاملة اللي جات من التلارزة ومن البراكنة ومن العصابة ومن جميع الولايات، وخاص مقاطعتنا خاصة أهل الجاو، وماشيين فالله الجميع يصلح لهم الدنيا والآخرة ويعدل أمورهم. هذا الاجتماع اليوم فيه مرور السلف كامل، فيه ما هو الحد ما بينه علاقات مع سلفنا كامل، من عند أبوها بيري الشيخ سدية كامل، الجمع اللي يحضر كامل بينه علاقات معاهم، ومرحبين بالجميع وراجين له خير الدنيا وخير الآخرة. وهذا الأمير اللي جا اليوم بين معاه علاقات وطيدة، رسائل الشيخ سدية مع والديه ما هو شيء يوفى، وكذلك هذا جماعات العرب اللي جات كاملة بين معها علاقات كاملة، والرسائل ما توفى وغيرهم هذا كامل كله بين معها علاقات. هذا بادئ كيف قلنا من عند أبوها بيري للشيخ سدية للي راهم، وهذا خالق لهم هم نفس اللي خالق لنا احنا خالق لهم هم، خالق كلمة موحدة له يقراها إن شاء الله تعالى حد غير عجلت عنها لين نرحب به. هذه الجماعة كاملة وعالها عن كل حد منكم رحب به وحده، وكل وفد مقدرين مجيه لا يشك حد عنه لا جوته مشى، ما جا حد فايتنا مجيه ولا جا حد ما هو مهم عندنا. راجين فالله يصلح لكم كاملين الدنيا والآخرة ويعدل حالكم كاملين ويتولانا ويتولاكم، وقايلين لكم عن كل أمر إن شاء الله تعالى له نتعاونوا عليه ونتشاوروا عليه
وهذه الأمور اللي حالة على دولتنا اللي هي مرشح اللي هو ترشيح الله يخرج في هذه الأشهر القادمة. لا بد كاملين نترايوا فيه ونعرفوا نصلح دولتنا إن شاء الله تعالى من المرشحين الله ينعدنوا. وهذا كامل يحتاج الأخوة ويحتاج الشمرة ويحتاج التشاور، وهذا هو الله يتم إن شاء الله نعدل في أمورنا كاملة ومستعدين لكم كل وقت نشوفنا، ونحن مستعدين كل وقت نشوفنا كاملين ومرحبين بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. نرحب باسم شيخنا العلامة الشيخ سيدي محمد الملقب الفخامة ابن الشيخ سيدية بجميع الوفود التي شرفتنا في هذه الدعوة المباركة. نرحب بوفد تراسة وعلى رأسه الأمير أحمد سالم والحبيب، الأمير الفاضل بن الأمراء الفاضلين الذين لهم صلة قوية بنا نحن أهل الشيخ سيدية لم ينقص التاريخ بل يجددها يوما بعد يوم. كما نرحب بوفد البراكنة ونرحب بوفد العصابة ونرحب بالقادمين من العاصمة نواكشوط ونرحب بالقادمين من مقاطعتنا مقاطعة أبي تلميت وضواحيها ونرحب بكل القادمين من مختلف ولايات ومقاطعات هذا الوطن الحبيب. ونرحب بكم أمراء ووجهاء ورجال أعمال ومنتخبين وأطرا وسياسيين. أهلا بكم في بلدكم البلد الأمين أبي تلميت محط الرحال. فما منكم أحد ولله الحمد إلا وله جدود أحيوا العلاقات وبنوا الأمجاد وشيدوا الصروح التي كانت مهدمة حتى استقام لهم تشييدها على أكمل وجه. أعمال بناءة يكتبها التاريخ بمداده على بياض كتابه وسواده. هذا بالنسبة لجدودكم وأبنائهم من بعدهم، وبالنسبة لجدودنا فقد كانوا معهم على المواثيق والعهود، بدءا بالصالح الشهير أباه بيري وإخوته وأعمامه الذين أسسوا مفاخر ومحامد تناقلها الركبان في كل محفل، وخلفهم على ذلك أبناؤهم وأحفادهم. ولما جاء الشيخ سيدي الكبير رسخ ذلك ووطده على مستوى الأمراء وغيرهم. ففي الشهر الثالث من وصوله لهذه الأرض اتصل بالأمراء الذين كانوا في هذه البلاد، بدءا بأعمر ولد المختار والد محمد الحبيب والد هذا الأمير الذي جاءنا اليوم أحمد سالم الحبيب، وكذلك أبناؤه من بعده، وصلاته معهم ومع غيرهم من الأمراء ورسائله لهم ولزوايا هذه الأرض وعربها معلومة مشهورة وهي موجودة بخطه وخط كبار تلامذته. وقد بلغت هذه الرسائل بلاد المغرب الأقصى وإفريقية والحجاز. وإذ بنى الأجداد لنا ولكم أيها القادمون كل هذه الأمجاد ورسخوها في زمان تقل فيه الوسائل، فنحن أولى بحفظها في هذا الزمان الذي تيسرت فيه وسائل النقل واللقاء. زد على ذلك أن زمانهم ليس زمان أمن، وهذا الزمان ولله الحمد قد توفر فيه الأمن والاستقرار بسبب الدولة، مما يعزز دواعي الإخاء والمحبة والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب. وهنا نقف لنشكر الدولة على توفير الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وبما أننا على أبواب انتخابات رئاسية جديدة، فإن هذه المرحلة تتطلب جهودا من التشاور واللقاء حتى نعرف المرشح الأمثل للدولة والشعب الغالي. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. حفظ الله بلادنا رئيسا وشعبا وحكومة. نرحب بكم مرة أخرى في بلدكم البلد الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن شيخه الشيخ سيدي بن الحكومة بن الشيخ سيدي بأمر من شيخه وعمه العلامة الشيخ سيدي محمد الفخامة بن الحكومة بن الشيخ سيدي، حرر في البلد الأمين بتاريخ السبت 2019 في الشهر الأول في اليوم 19. السلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. الحمد لله أولا والحمد لله آخرا. باسم الأمير أحمد سالم والحبيب والأحمد سالم والإبراهيم السالم شرفني عني نلقي كلمة في هذا الجمع الموقر وفي هذا الجمع المهيب اللي قطعا ما لا يخلق جمع في الترازة أكبر منه ولا أسمى ولا أكثر معاني ولا أكثر دلالات، وفك رموز الدلالات يستغرق كثير من الوقت به اللي هون أكثر من دلالة. لا نذكر منها واحدة ونخلي المستمعين والناظرين عنهم يذكروا الآخر. لا نقول عن اليوم الأمير جاء بوفد في جميع مكونات الترازة، جميع الترازة حصلت في هذا الوفد، وكل مادة منها جاتهم قياداتها، وكل مادة منها بعثت قياداتها معناها عن دعوة الأمير لتلبية دعوة الشيخ الفخامة. دعوته هو لباها الترازة، وهو بالترازة لبى دعوة الشيخ الفخامة. ولم لا؟ ولم لا؟ والأمير محمد الحبيب هو أول من لبى 1854 دعوة الشيخ سيدي الكبير. إذن فللأقدمين بها سبيل ونحن على سبيل الأقدمين. ذيك الطريق اللي كردوا أمرانا وأسلافنا وشياخنا اليوم حيناها مرورا لهم هم، وحيناها خالدين هذا أبنائنا، هذا الشباب اللي اليوم معنا الحمد لله بكثرة. إذا عنها ما هي جاية من فراغ، هذا التاريخ والتاريخ يعود نفسه. هذا التاريخ بأسماء تجلياته. التاريخ اليوم حاضر، ولا نقول قول قد قالها عندي عن الحبيب لأحمد سالم إبراهيم سالم، لا نقول عن العاد الشيخ سديا كرامته ظاهرة وراشنها تم لا ظاهرة، كرامة الترازة ظاهرة به اللي عاد فيهم الشيخ سديا. احنا نولي كرامتنا ظاهرة بنا اللي عاد فينا الشيخ سديا، وعادوا فينا للشيخ سديا، وعادوا منا للشيخ سديا. هذا نتيجة طلبة مولانا الدرس أثرات الشيخ سديا والشيخ سيدي محمد والشيخ بابا والشيخ سيدي المختار والشيخ محمد يا غير بعض مادة منها للشيخ سديا معناها ومنها وفيها وطهى لهم مولانا معناها عنها خصها مولانا بنعمة. نحمد الله على هذه الخصوصية كثيرا، وإن شاء الله نجناو ثمارها ونسمعوا معانيها ونتابعوها يوما بعد يوم بهذه نعمة من نعم الله اللي نعم بها علينا احنا وهما. معناها احنا وتو بل احنا هما ما اثنين، احنا هما واحد، احنا وهما واحد. واليوم جاينا لهذه الدعوة إياك نحيو هذا كيف قلت العهد اللي إن شاء الله يتم يتجدد يوما بعد يوم. الترازة اليوم هو كاملة نختار نعيدها كاملة ما فيها حد ما هو. وقطعا عن هذا اليوم يوم له ما بعده ويوم مشهود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه وفضله ورحماته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيسرني باسمي وباسم تلامذتي ومريدي ومحبي شيخنا العلامة الحبر الفهامة
الطود الأشم والبحر الغطمطم، شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ سيدي محمد الفخامة ابن الشيخ الخليفة عبد الرحمن الملقب بالحكومة، ابن الشيخ محمد ابن الشيخ سيدي المختار ابن الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ سيدية، حفظه الله ورعاه وأناله في الدارين مبتغاه، ورحم السلف وبارك في الخلف، أن نعبر لكم عن فرحتنا وسرورنا بقدومكم الميمون، فرحا ينبئكم عما لكم من الود في الصدور مكنون، ونرحب بالوفود الكرام السادة الأعلام مشايخ ومنتخبين وأمراء وأطراء ورجال أعمال ووجهاء، كل باسمه وصالح واسمه، وبالسيد الأمير العادل سادة الأمراء الأفاضل، ألا وهو السيد أحمد سالم بن الأمير حبيب ابن أحمد سالم بن إبراهيم السالم بن محمد الحبيب، حفظه الله والوفد المرافق له. ونشكر جميع الوفود على تلبية دعوة إحياء العهود التي توطد تلك العلاقات الوثيقة الأركان وتحفظها من غبار التقادم والنسيان، تلك العلاقات التي أسسها نادرة الزمان والمحل الذي صار يضرب به بكل محمدة للمثل الشيخ سيدي بن المختار، جعلنا الله وإياكم به من السادة الأخيار الذي يتواجد اليوم هنا عامة أبنائه الأبرار. تلك العلاقة التي أسسها الشيخ على العلم والتقوى ونفع المسلمين، إقراء وتربية وإصلاح وبذل وإصلاح ذات بين، فبسبب ذلك آتت أكلها ضعفين، فتتلمذ عليه العرب والزوايا وغيرهم من القبائل ذات الشأن والمزايا، فتتلمذ عليه الأمير العادل بشهادته هو أي الشيخ سيدية أمير ترارزة محمد الحبيب، وأمراء تكانت والبراكنة وآدرار وآخرين يطول ذكرهم، فعقد لهم مؤتمرات دوجة الذي كان في ذلك الوقت شبه المستحيل، فحفظ تلك العلاقة بعده أبناء الأعيان حتى أوصلوها إلى بر الأمان، فأورثوها سبطه وحفيده المتفرد بكل خصلة حميدة، شذيلها المحكك وفارسها المحنك، عصامي النفس وصاحب الوقت بدون لبس، يشد لسان حاله ويصدق ذلك بأقواله وفعاله، إنا وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل كالذي فعلوا، أعاد لنا التاريخ بنفسه، فتحسب أن الشيخ بعث من مرقده ورمسه، شبيهه في الأفعال والوسم، فلم يفرق بينهما سوى التاريخ والاسم، فتجسمت فيه شخصيته وعلومه وتربيته وبذله ونفعه للمسلمين وإصلاحه بين الناس أجمعين، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فالدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، ويقول المثل الكاذب بعد الشهود. ونذكر من ذلك على سبيل المثال ما تشاهدونه الآن، فها هو مؤتمر دوجة يعقد كل سنة في البلد الأمين، يحضره آلاف الضيوف والزائرين والمعتفين، وهذه المحضرة أمامكم فيها ما يزيد على 1000 من الطلاب قد كفوا مؤونة التدريس والطعام والشراب، ذلك من لوازمهم يجدونه موفورا ممتثلا قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى بلغوا في الشريعة والحقيقة الغاية، فصاروا حاملين فيهما اللواء والراية. وهي الحاضرة التي أنتم فيها اليوم تزيد على 300 بيت قد كفيت جميع أمورها من بناء ونفقات ونوائب ومستلزمات، فضلا عن خلائق في نواحي البلاد بجماعات وعشائر وأفراد، فسارع إلى بابه المعتفون فحقق لهم فوق ما كانوا يؤملون، فكان الشاعر يعنيه بقوله: من خصه الله بنعمائه فعم بالفضل جميع الأنام، تزدحم الناس على بابه والمنهل العلب كثير ازدحام. وأما عن سعيه في إصلاح ذات البين فسلوا آقان وشقال وغيرهم تجد الخبر اليقين، ولا غرابة في ذلك، فهو فرع أصل المحامد والريادة، ومن شأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصل والزيادة، فبعد التدقيق في شأنه والتحري
وجدنا أنه لا يستحيل قول المعري وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. والسلام عليكم ورحمة الله. حبيب بن رومان التاشد بيتي تلميذ الفخامة الشيخ سيدي محمد. قالوا لنا عنكم جايين ذاك النهار، قالوا لنا عنكم جايين ذاك النهار، وقلنا لهم عن نظرك من الأخبار صار وعادشين قعد رموج بالطول الأعمار وصلتنا لهم ما كنا مصنتين. ومن ذاك النهار قامت قلومة الشعار متافقة المغنين قايلة تهدين مع القصايد الزينين معيار في الزين ما قط قالوا هم الأولين، وخلقت فايش بين خباط التعمار وذاك الفيش ما هو عنهم متغاربين. وعادي مرق من الفام لمدافع لا نار وهل الطبول لهم بتريتين ملاقيين متلقيين لقليل لو نار يوم تختاري ليفة التلاميذ في البلد اليمين جايجوا الفخامة ذا النهار يوم تنحاري وديشون وجمال لهم مدليين والنياق العشار والله قحوم الأحوار واسواسي العاقب اليوم فاش مارقين. وطبول مرحبا ما يجيهم استقرار النهار اليوم ما هو يوم هانين قايلين مرحبا بالنحاية والأشوار ومرحبا قايلين هوسوا ساكتين وهذوك الآخرين قايلينها بالوروار ويرديون وتدناتنا اليوم ناقعين فالصايباتين بك حال كرذيك الأخبار من فهمتها منها في ايديكم كاملين. ولا يخسر شي حد وسوق على طوار قال عن سينوك حال فاق وزينين وعلم الله عن زين أردين في التحرار يحكي فيه التهيدين والصغير زين وإذا ما هو اللي كنت قايلوا الكثار ما نبغيه ونجيك مرشادين خبروا شحالكم تو ماكم خطار معنا الله ماكم معاهم مساوين. حكايتي والله اللي لا نقول لها من نوع آخر باللي العاد واللمان وواقف للجمع الغفير قدام الأمير وقدام الشيخ ذاك اللي لها عند ريال تعود بطريقة خاصة. قد علمت سلمى ومن ولا إننا نرد الخيل عن إننا نرد الخيل نرد الخيل عن الخيل إننا نرد الخيل أنا راجل ترارزه بالشر إلى جاب الهرق بشحة وانت قلبنا حصل المظهر والخيل خايفة تسبحها وانت حياتي اللي بيك نحصر ونعمتي يوم نتجيني الكسحة وانت الراجل اللي انا عرتك تحها وتقدر ترقحها يا الكريم يا رشيد يا صايب الوقر يا قفار قوم الفتحة ويا ذكر فينا من اذكار وخيمتنا انت طاق تنفحها يا الفخامة طاك القدير درجة واسمع وانفع تقدير في قلوب الناس وذاك السير من جد السر فيك ونميته ما تختار يكون انه يكبر وفخامة حق معايير الفخامة تكمل هفر وعمامة زاد منين الدر العمامة فيها الاكسر نسبك بس من الحي القدير مول الملك الحي الصمد به البشير النذير خاتم الانبياء محمد يوفي لي ذا النظم المنتشر اللي عندي فيه المقصد لاهل الشيخ القطب الكبير السيدية ذاك بسيد وجه الكون ومرفوض كثير من اللسنة ذوك اهل الرد ولي ومحد بالبصير عالم حافظ هذا في بلاد متلاحق فيه وذاك يشرع عليه زاد وزاد ما دليل اللي ما عنده تعبير المعطى عنده ما له حد وقالوا كيف ورد ناقير ورثوه وحكموا له العهد جيهم
تسمع فمن تكبير لله، وتسمع تجودات القرآن وتفسير القرآن، وفي المسجد رد العين تشوف هذه التكبير، تسمع الإقامة تردد، وتشوف صفوف تكاثر الرجال تخشع تسجد لله، وذاك المغزر له راني مرحب بهذا الوفد الكريم وعلى رأسه الأمير أحمد سالم واللي حبيب واللي أحمد سالم واللي إبراهيم السالم، اللي جا اليوم ضيف على شيخنا الشيخ الفخامة، واللي شيخ الحكومة، واللي شيخ محمد، واللي الشيخ أباه، واللي الشيخ سيدي محمد، واللي الشيخ سيدية. نقول هنا اطلع للشيخ الفخامة، نقول شكر الشيخ ألا شكر مخيخ، الفخامة ما هاد الزنفيخ، ولا هو من معنى زاد الشيخ الكبير بعيد في ناحية، جاي من القرية حتى رسيخ الأفكار اللي عالية، متناسق مبدوع على الفيخ، ما فيه شقاب ولا ضية ولا فيه الترداد ولا شيخ صارة ملفوفة مخفية، ولا هو من ذاك الشكر اللي يخرج وما عنده داعية، ولا فيه ترصاف بالانصاف زين يعود، ولا فيه خلاف، ولا فيه هم اللي معنى خاف وملس، ما فيه حروشية، وعن معنى زين بلاتك صاف ضافي شرطه الضفاوية، شكره ما يحتاج التسياف مصبوب يدغفق دربية يتلقى للشكارة صاف طية تتعطاه الطية، شكار الشيخ الفخامة لابد له من علامة فيه وبدعو ما يطال. أراني مرحب باسم شيخي شيخ سيدي محمد الفخامة بالوفد قيادة الأمير والوفود كاملة الجاية من جميع موريتان، وراهم مالهم جاو البلاد اللي يلا الناس تجيه وياك الدور تشوفوه. نبقي نعطيكم شوي من الأخبار قد يعود ما هو فايتكم، وقد يعودوا واحدين ما فاهمين ويا كانوا يفهمون. هذا البلد الأمين قرية معدلها شيخنا الشيخ سيدي محمد والشيخ سيدية، ما هو نمبار ولا هو ندوش ولا هو ربينة ولا هو كوزين ولا هو نفقة ولا هو ندوة ولا هو شيء، ما هم عاطي شيخنا هون فيه ما يزيد على 1000 من التلاميذ. شيخنا يدور لا حد يجي يقري كتاب الله، ما مديورة عنده 5 ولا مديورة عنده 10 ولا هو مديور يكون يقرأ القرآن. وعرفوا شيخنا جابوا لكم مولانا اللي الزمن فاصله فيه موريتاني، ومرحبا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا حقيقة بلد فيه الأمير، نحن ما يلا قاعد نتكلموا فيه، يا غير منين يعودوا جايين له الشيخ سيديا يلا نتكلموا كاملين، بين اللي لا تكلمنا كاملين ما نلا يوفوا حق العلاقة اللي تربطنا احنا هما. اليوم شاكرين الشيخ سيدي محمد الفخامة على هذه الدعوة الكريمة اللي عدلت، اللي رقا جنبهلل لا يعود شاك عنها دعوة عادية لا ندوية عادية، غير حقيقة هي ندوية تحمل ياسر المعاني والدلالات، وخف بعد اللي فيها عن هذه العلاقة اللي تربطنا احنا هما، عن خارجين الشمل الأجيال يقد يعودوا ما هم خبارين فيها، وهون ضيوف جايين من مختلف مناطق الوطن يقد يعودوا من اللي ما هم عالمين بيها، عن ابسط مسألة عنها لا يتلفت انتباه الناس على عنها علاقة، عنها ما قد يأثر عليها، عن رقم التحديات ورقم التمدن، عن علاقة أولاد أحمد بن دمان بالشيخ سيديا تبقى ثابتة. نختار نقول عن هذه العلاقة بالنسبة للناس اللي ما يعرفوها، عن المشهد اللي خلق اليوم، طريقة فرح الشيخ سيديا وطريقة استقبالهم لنا اليوم، وطريقة فرحنا احنا بهذا الاستقبال، عنها مشهد يعبر عن متانة هذه العلاقة اللي بيننا احنا وهم، وهذا ما خالق ما كل حد يعرفه. ونختار نقول للناس الأخرى السهامية عن علاقتنا احنا والشيخ سيديا على مر الزمن، عنها ما قط استخدمت، ما هو استخدام إيجابي، ما قطعت تكون لصالح المنطقة، وعنها ستبقى كذلك. عن علاقتنا احنا والشيخ سيديا مولي لا يتم لا في صالح الوطن، بهاللي المنطقة عاد أكبر من هالوطن، ولا تستثمر مولي لا في صالح الوطن.
بعد فقرة الضيافة وتقديم الطعام شرعت الوفود في المغادرة، حيث أشرف الشيخ الفخامة جزاه الله خيرا رفقة أبناء أسرة آل الشيخ السدية ومجموعته أولاد بري وتلاميذه ومريديه على توديع الحاضرين، كما ودع وفد إمارة التلازة بقيادة الأمير أحمد سالم الحبيب والأحمد سالم الإبراهيم السالم والمحمد الحبيب. بدورها نوهت كافة الوفود بكرم ضيافة الشيخ وحسن تنظيم الدعوة رغم الحضور الذي تجاوز الآلاف. ان شاء الله تعالى المستقبل قصوا على الاسبوع تجابر ما عندكم مشكله حتم عليكم ساعدتهم سلاحكم كل شيء حالي افتح حد ما عرف فرحته سلاح حالي الشكاوى من والله افتح حبيبي تركب مع الامير هو شاكي منك مشي معاه حبيبي صلى حبيبي لا اصفي منه.